افريقيه وعنده لعيبه هتمشي وعنده لعيبه هتيجي، فبالتالي المدرب لازم في الفتره دي يلاعب اكبر كم من اللعيبه. طيب دي لقطات وصول فريق نادي الزمالك لاستاد بترو سبورت منذ قليل، وهقول لكم سريعا تشكيله نادي الزمالك النهارده. احمد الشناوي لحراسه المرمى، قدامه رباعي من الشمال ابو الفتوح، من اليمين شوقي السعيد والونش ومحمد مجدي، قدامهم ثلاثي توفيق ودونجا ومعروف يوسف، قدامهم ستانلي وشيكابالا وحسام باولو راس حربة صريح. وخرج من التشكيل باسم مرسي، وفي انباء ان باسم مرسي سليم وان هو خرج من التشكيل بعد ما سمع تشكيله المباراه بناء على طلبه. رايك كابتن ايمن؟ ازاي؟ حضرتك عندك معلومه مؤكده؟ لا انا ما اعرفش، انا بناء على انا ده الكلام اللي سمعناه، والله اعلم صح او غلط مش عارف. كلام يعني انا اعتقد مش مهم قوي، لان خلينا نتكلم ان الزمالك عنده فقر تهديفي من بدايه الدوري، لدرجه ان اكتر هداف عنده في ظل 32 مباراه جاب 6 اهداف، ودي نتيجه ما حصلتش. هداف نادي الزمالك او راس حربه نادي الزمالك 6 اهداف، بيتقال لك ايه في الاربيز بيضحكك؟ انا نفسي مش عارف اسمع والله يعني، بس انا حاسس انك عايز تضحك. هو حاجه لا هي حاجه بس عايز اجيبها يعني. لكن يعني معانا الكابتن فاروق جعفر احد كبار كباتن نادي الزمالك، وخلينا نتكلم على مدار تاريخ نادي الزمالك عمر ما كان راس حربه نادي الزمالك جايب 6 اهداف في 32 مباراه في الدوري، ايا كانت الظروف، ايا كانت لاعب ايه، ايا كانت المشاكل. بتعليق غريب شويه، حضرتك قلت لي مش مهم بس مرسي يكون موجود على دكه البدلاء او لا. لا هو حضرتك لما بتقول اتقمص وزعل يعني مش نادي الزمالك، انا اقعد احتياطي، انا اقعد بره الليسته، افضل ملتزم بتشكيل الفرقه بتاعتي. لكن تمام. حضرتك تتقمص يبقى ده مش نادي الزمالك. تمام. لان نادي الزمالك اتربينا في نادي الزمالك على ان احنا بنلعب لصالح نادي الزمالك. انت حضرتك عايز تقول اللعيب اللي ياخد الموقف ده مش مهم نتحدث عنه؟ طبعا تتقمص على نفسك ومع السلامه، ما لهاش قمصه. راجل مدير فني بيدور على اسلوب لعب يناسبه، النهارده لاول مره بيشيل اهم مكان في الفرقه مش موجود، اوبليجاتوار اجباري، مفيش بلاي ميكر للفرقه. البلاي ميكر الوحيد اللي يتبقى له لاعب خط هو شيكابالا، وقد يحوله بلاي ميكر كلاعب خطوط، لكن بقيه الفرقه كلها لعبها اجتهادي في قوه، لكن ما فيهوش تفكير، ما فيهوش مخ. غياب ايمن حفني، اداء محمد ابراهيم، غياب رؤوس الحربه. نادي الزمالك مش في مباريات الدوري اصبحت هي ذات الاهميه زي ما الكابتن فاروق جعفر، هي مباراه اصبحت اختباريه لأوناسيو وافكاره وقدراته وهيلعب ازاي ويتحرك ازاي بالفرقه. لدرجه ان النهارده بيلعب من غير بلاي ميكر، وده اعتقد ما تحصلش في تاريخ نادي الزمالك، لان البلاي ميكر منظم الهجمات او منظم اسلوب اللعب، ده اهم لاعب طول عمره موجود في نادي الزمالك على مدار تاريخه. ومفيش في الدكه كمان. ومفيش في الدكه كمان، انا ما اعرفش الدكه اعتقد ناقصه. يعني فتحي وناصف ومسعد وابراهيم اعتقد الدكه ناقصه، لكن بلاي ميكر لنادي الزمالك من السبعينات لحد اخر ماتشين 3 دي عمرها ما اختفت من تاريخ نادي الزمالك والانديه الكبيره الاهلي والاسماعيلي والفرق دي كلها. في النهارده اوناسيو هل مجبر؟ هل ضعف مستوى اللعيبه؟ هل وجهه نظره، خاصه عمليه الخلاف الفني اللي موجوده بينه وبين ايمن حفني وهو اللاعب الوحيد اللي قادر انه يقود هذه المنطقه؟ هل اسلوب الاعداد البدني وعمليه الاستشفاء لمحمد ابراهيم غير كامله، ما وصلتش محمد ابراهيم للاداء المطلوب منه؟ في النهارده نادي الزمالك اللي بيلعب 4-3-3 صريحه بشقها القديم الكلاسيكي الغير متغير، اللي هو العالم كله بيلعب بافكار واساليب مختلفه. اوناسيو مدرب كويس واتفقنا عليه كلنا برضه عشان كلامنا يكون واضح، بيجتهد، بيتعب، بيحاول يظبط شكل فرقه، بيحاول يسترجع شخصيه فرقه، لكن اوناسيو مازال ما لقاش مفاتيحه، ما لقاش ادواته. الاضطراب اللي موجود الفني جوه الملعب، المشاكل اللي بتحصل جوه الملعب، لحد النهارده اوناسيو ما قدرش يقدم حلوله رغم المجهود اللي بيعمله. الزمالك الافريقي غير الزمالك في الدوري، الزمالك في الدوري خسر الدوري وقلنا كده من فتره، غير اللي قعدوا يزايدوا وانا والكابتن فاروق ومعاك ومع الكابتن علي قبل كده كتير. لكن الزمالك الافريقي مطلوب منه انه يقدر يوصل ويقدر يكسب، لكن الزمالك الافريقي اداؤه غير مقنع كمان. لو تتفرج على الماتش الاخير بتاعه حاجه تخوف، وده كمان انعكاسه على